ولا تشتري الاندومي الكوري بشوية وشويات، هو بتاعنا حبيبنا. اي نوع تفضلي انتي. معانا الهوت صوص والصويا صوص والعسل الاسود. ودي الخطوات اللي هنعمل منها الاندومي الكوري بالظبط. معلقتين من العسل الاسود ومعلقتين كبار من الصويا صوص ومعلقة ونص من الهوت صوص. هنحط طبعا الشطة بتاعتنا، والهوت صوص خلي بالكوا حراق. واي نوع طبعا اندومي. انا هنا جبت اللحمة وحطيتها معاهم، وقطعت فلفل رومي وفص توم زي ما انتم شايفين وطماطم، وده اختياري. بس هما بيعملوا الخضار عامة بيدخلوها في الاندومي. طبعا احنا هنسوي التسوية العادية بتاعة الاندومي بتاعنا العادي، يعني تسوية عادية جدا. هنحط الاندومي العادي بالشكل ده. بعدين هنجيب الخضار اللي قطعناه بفص الثوم بالدنيا دي كلها، كل الكلام ده مع بعضه، ونقلبه كويس على نار عالية عادي. على فكرة نفس السوى العادي والله بتاع الاندومي العادي، فاهمني؟ اللي هيختلف في الطعم ويهديك طعم الكوري بالظبط اللي انت بتشتريه ب45 و50 وبأرقام خيالية، هو نفس الطعم اللي انت بتحطيه على الصوص ده. تمام كده عشان نبقى واضحين، بس هي نفسها هي. شايفين؟ خد السوا بتاعه الكامل ونفضيه ونحطه في طبق بالشكل ده. والله يا جماعة بالظبط بالظبط هو يعني هاتوا الاتنين، هاتوا الكوري والعادي واعملوا الطريقة دي، هتلاقوا مفيش اصلا فرق بين الطعمين. شطشطيه فلفل حراق، مش عايزة احط شطة عادية، جربوه ادعولي.